المغرب يطرد شركة عالمية وكبيرة والسبب غير متوقع. في إطار خطط الإنعاش الاقتصادي التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا، سرع المغرب في السنتين الأخيرتين من وسيلة دعمه للصناعة المحلية الرامية إلى توفير ملايين الدولارات التي تصرف في صفقات استيراد منتجات عدة بما فيها المشروبات الكحولية التي تضخ 2 مليار درهم كضرائب في خزينة الدولة حسب السنة المالية ل 2022. وفي وقت توقع الحكومة المغربية ضمن قانون مالية 2023 أن تبلغ مداخيل النبيذ والكحولة حوالي 859 مليون درهم و1.1 مليار درهم بالنسبة للجوعة. مع نهاية العام الجاري قررت الشركة الرائدة في إنتاج البيرة وقف إنتاج وتوزيع علامتها التجارية هينكن في المغرب وعدم تجديد عقد ترخيص لإنتاج وتوزيع المنتجات التي وحدتها مع الشركة الهولندية متعددة الجنسيات والتي ستنتهي في دجنبر من هذا العام الجاري 2023. ويأتي هذا القرار بعد بضعة أسابيع معدودة على قرار الشركة ذاتها سحب أعمالها البالغة 300 مليون دولار في روسيا مقابل أورو رمزية، بيد أنه بدون نفس الرمزية أو الهدف البيعي. قررت الشركة الهولندية متعددة الجنسيات الانسحاب الآن من المغرب بقرار من الجمعية المغربية للمشروبات التي باتت تفضل المنتج المحلي. وأعلنت الشركة المذكورة وهي شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء ورائدة في إنتاج البيرة في المغرب عن انتهاء اتفاقية الترخيص الخاصة بها في دجنبر 2023 لإنتاج وتوزيع منتجات العلامة التجارية هينكن، مورد أن الإدارة مشتركة بينها وبين الجمعية المغربية للمشروبات من أجل عدم مواصلة هذه العلاقة. وبهذه الطريقة لفت البيان إلى أن مجموعة كاستل ثاني أكبر مصنع للجوعة في إفريقيا تقوم بإنتاج وتسويق العلامة التجارية المعترف بها والمقدرة من قبل المستهلكين منذ عام 1949 وتعتزم مواصلة تطوير علامتها التجارية ذات الجذور المحلية القوية. وأشارت الشركة ذاتها إلى أنه في عام 2022 شكلت مبيعات هينكن حوالي 17% فقط من المبيعات الإجمالية، وبالتالي سيتم استبدال هذه الشركة بالعلامة التجارية التاريخية لمجموعة كاستل جروب التي تم تعزيز مكانتها بقوة في السنوات الأخيرة. وفي وقت شددت فيه الشركة الرائدة في إنتاج البيرة على أن هذه المستجدات لن يكون لها أي تأثير على حسابات السنة المالية 2023. قال سيباستيان إيف ميناجر الرئيس التنفيذي لمجموعة كاستيل جروب إن هذا فصل جديد، وفي هذه الشراكة تعلمنا الكثير من بعضنا البعض، ولقد استثمرت شركة SBM بشكل كبير في تدريب فروقها والحصول على أداة صناعية وفقا لأعلى المعايير العالمية وتلبية المعايير المطلوبة. وقد قدمنا لمستهلكينا منذ أكثر من 100 عام بيرة مغربية تم تخميرها وتعبئتها في مصنعنا في الدار البيضاء. وتابع الرئيس التنفيذي للشركة أنا واثق جدا من المستقبل وفي قدرتنا على مواصلة نمونا من خلال الابتكارات وتطوير علامتنا التجارية البارزة. لن نتوقف أبدا عن إرضاء عملائنا والدفاع عن صنعها في المغرب. يذكر أن الرسوم المفروضة على استهلاك الجوعة والكحول ضخت حوالي 867 مليون درهم في خزينة الدولة برسم النصف الأول من السنة الجارية بارتفاع سنوي ناهز 8.7% وفق تقرير تنفيذ الميزانية في الربع الثاني من السنة الجارية الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية. وبلغت المداخل المتأتية عن رسوم استهلاك النبيذ والكحول 400 مليون درهم فيما تم شهر يونيو، فيما استهلاك المغاربة للجوعة ساهم في ضخ إيرادات بنحو 467 مليون درهم في خزينة الدولة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية وفقا لمعطيات وزارة الاقتصاد والمالية. وينظم قانون صدور عام 1967 عملية بيع المشروبات الكحولية بالمغرب، إذ يشترط الحصول على رخصة خاصة لكل من يرغب بذلك، ويمنع هذا القانون على التجار بيع هذه المشروبات إلى المسلمين المغاربة، ويضع عقوبات حسبية لكل من خالف ذلك قد تصل إلى 6 أشهر.